المشاهدون الأكارم، طبتم وطابت أوقاتكم أينما كنتم بكل خير. نشرة الأخبار نقدمها لكم من تلفزيون دولة إريتريا، نسهلها كالعادة بأهم وأبرز العناوين. تنفيذ برامج تنموية كبيرة في مديرية صنعاء. قسم الزراعة والأراضي بالإقليم الجنوبي يدعو لمعالجة تساقط المياه وصيانة السدود. دورة تدريبية للتعرف على مصاعب الطلاب الصحية في مديرية السجنيتي. كوريا الشمالية تختبر نظام أسلحة نووية تحت الماء. اليابان توقع عقدا لشراء 400 صاروخ توماهوك كروز أمريكي. ومصرع 6 أشخاص وتضرر أكثر من 500 أسرة في بوليفيا. أهلا بكم إلى تفاصيل النشرة. أعلنت إدارة مديرية صنعاء في الإقليم الجنوبي لدى لقائها السكاني يوم 16 من يناير أعلنت تنفيذ برامج تنموية تقدر بأكثر من 78 مليون نقفة بمشاركة الشعب وقوات الدفاع العام الماضي. وأفاد التقرير المقدم بأن البرامج المنفذة شملت بناء سد ناعلي وعيادة مزبة وتجديد وصيانة الطرق وبناء سور لمدرسة سويرة الثانوية وبناء ملعب كرة القدم وصيانة خطوط المياه في صنعاء وأجهزة حماية التربة وحفظ المياه. وأشاد مدير مديرية صنعاء السيد إدريس علي الشكر بالسكان وقوات الدفاع للمشاركة الفاعلة في برامج التنمية، وقال إن برامج هذه السنة تتضمن بناء بنك وقاعة عامة في صنعاء وعيادة بلدة سرحة وسدي ندوي وعانا وإصلاح أنظمة المياه المعطلة وحماية التربة وحفظ المياه والتشجير. وأبدى المشاركون من جانبهم استعدادهم لتنسيق قدراتهم وزيادة مساهمتهم، منادين لإيجاد حل لإشكالية المياه في القرى وصيانة الطرق المسفلة من صنعاء إلى سرحة والعمل المنسق للحد من قطع الأشجار. وفرت معظم السدود في الإقليم الجنوبي أكثر من 90% من طاقتها، إلا أن قسم الزراعة والأراضي بالإقليم الجنوبي دعا إلى المشاركة المجتمعية لمعالجة مساقط المياه والسدود القليلة التي امتلأت بالطمام. وخلال تقييم أجري في مندفر يوم 18 من يناير، قال المدير العام للإدارة السيد يمان أباي: لقد هطلت أمطار غزيرة في غير وقتها لمدة شهر واحد في عام 2023، مما أثر ذلك سلبا على المحاصيل. وقد أنتجت دورة المحاصيل والزراعة المتكاملة دخلا وفيرا في مديريتي عدخالة وإمن حيلي. وحث السيد يماني المديريات الأخرى على أن تحذو حذوهما، وقال إن مدرسة المزارعين ستساعد المزارعين على تبادل الخبراء وإيجاد حلول للمشاكل التي يواجهونها في الحقول، موضحا أنه تم العمل على ذلك بجدية. وقال إن المزارعين حققوا نتائج جيدة باستخدام الأسمدة الطبيعية المصنوعة من مخلفات الأسماك والأعشاب البحرية والسماد الخاص بهم. وذكر أنه ينبغي تعزيز الاستخدام الواسع النطاق للسماد العضوي من خلال التخلص من المواد الكيميائية، بالإضافة إلى بذل جهود جادة لإنتاج الأعلاف الخضراء على نطاق واسع. وبعد مناقشة التقارير، قدم المشاركون اقتراحات وتوصيات لإيجاد حلول لمشكلة نقص الإنتاج الزراعي وتنفيذ برامج لإثراء إنتاج الخضار والفاكهة وإنشاء مخزن للبطاطس في مديرية السجنيتي. وقال حاكم الإقليم الجنوبي السيد هبتابتس فاسيون إنه يجب معالجة الأعشاب الضارة باتباع الأساليب الطبيعية، خاصة في المناطق المنتجة للذرة الشامية بصرونا وميمنة وعرزة ومعيني. نظمت دورة تدريبية لمعلمي 19 مدرسة بهدف المساعدة في التعرف على المصاعب الصحية للطلاب في سجنيتي. شارك في التدريب 290 معلما من رياض الأطفال وحتى المرحلة الثانوية. وأشار المشرف على التدريب الأستاذ سلمون مريم من المكتب المركزي لوزارة الصحة باهتمام المتدربين، معبرا عن أمله في إحداث تغيير إيجابي في المدارس. وذكر المعلمون المتدربون بأن المعرفة المكتسبة تساعد للتعرف على أوضاع الطلاب الصحية.
يقوم السكان بمبادرات لحل النقص لدى الفصول الدراسية في مديرية قندع. وأفاد المشرف على العمل الأستاذ إدريس علي ببناء سور لمدرسة دنقل تحتي الابتدائية والمتوسطة وبناء فصل دراسي لروضة أطفال. وأشاد مدير ضاحية دنقل العلاي وتحتي السيد حامد موسى بجهود السكان وأعضاء مدرسة الفرقة العسكرية 22 الداخلية. تبرع المواطنون في الداخل والمهجر بأكثر من 230 ألف نقفة لإعالة أسر الشهداء لتنمية الصندوق أمانة الشهداء. وأفادت وزارة العمل والرعاية الاجتماعية بأن المواطنين المعروفين باسم توعية وتنظيم وتصلح الجماهير تبرعوا بمبلغ 216,959 نقفة، والأخت صجحنا كيلازجي ب20 ألف نقفة لتنمية صندوق أمانة الشهداء. وتبرع مواطن مقيم في ألمانيا ب$720 أمريكيا لإعالة أسرة شهيد. مشاهدينا، فاصل قصير ومن ثم نعود لنوافيكم بالأنباء على الصعيد العالمي. على الصعيد العالمي، أعلنت بيونغ يانغ أنها اختبرت نظام أسلحة نووية تحت الماء ردا على مناورات بحرية مشتركة أجرتها واشنطن وسول وطوكيو هذا الأسبوع، وذلك بحسب وكالة الأنباء الرسمية الكورية الشمالية. وقالت وزارة الدفاع الكورية الشمالية في بيان نقلته الوكالة إن هذه التدريبات هددت بشكل خطير أمن كوريا الشمالية. وأضافت الوزارة أنه ردا على ذلك أجرت بيونغ يانغ اختبارا مهما على نظامها للأسلحة النووية تحت الماء هايل 23.5 قيد التطوير. وتتصاعد التوترات في شبه الجزيرة الكورية وسط سلسلة من التجارب الصاروخية ومسعى بيونغ يانغ للتخلي عن سياسة استمرت لعقود وتغيير نمط علاقتها بجارتها الجنوبية. وتشهد العلاقات بين الكوريتين تدهورا منذ التزام كيم بتعزيز وضع بلاده كقوة نووية واستئناف بيونغ يانغ تجاربها الصاروخية البالستية المتطورة العابرة للقارات. وقعت اليابان على عقد جديد لشراء 400 صاروخ من طراز توماهوك كروز في إطار توسيع قدراتها العسكرية لمواجهة ما تعتبره طوكيو تزايد المخاطر الإقليمية من الصين وكوريا الشمالية. وتعهدت حكومة رئيس الوزراء الياباني فوميو كيشيدا بمضاعفة إنفاقها العسكري ليصل إلى 68 مليار دولار أمريكي بحلول العام 2027. وسيجعل هذا اليابان ثالث أعلى دول العالم إنفاقا على التسليح بعد الولايات المتحدة والصين. وأعلن وزير الدفاع الياباني مينورو كيهارا في ديسمبر قرارا بتسريع نشر بعض صواريخ توماهوك وصواريخ مشاة للسفن يابانية الصنع بدءا من السنة المالية 2025، أي قبل عام من موعدها المقرر سلفا. وتقول الحكومة أن اليابان تواجه تهديدا أمنيا هي الأشد قسوة منذ الحرب العالمية الثانية بسبب الصين وكوريا الشمالية، ما دفعها إلى زيادة التعاون العسكري مع الولايات المتحدة واستراليا وبريطانيا والدول الصديقة أخرى. تسببت الفيضانات بعد عدة أيام من الأمطار في شمال بوليفيا في غمر المدن البوليفية بالمياه، وتسببت في مصرع 6 أشخاص على الأقل وفقدان العديد من الأشخاص، وتضررت أكثر من 500 أسرة، بينما يخشى أن يزداد التدفق بعد فيضان عدد من الأنهار. وأشارت صحيفة لاكلارين الأرجنتينية إلى أن السلطات البوليفية بدأت في البحث عن المفقودين الذين جرفتهم المياه بالسيارات التي كانوا يستقلونها، حيث تم الإبلاغ عن عدد من القاصرين مفقودين وكانوا يستقلون سيارة خاصة بهم. وتعتبر بلدة تيبواني الواقعة على بعد حوالي 100 كيلومتر شمال لاباز هي الأكثر تضررا ويصعب الوصول إليها، وغطى الفيضان أيضا عدة منازل، وكانت قد ارتفع عدد ضحايا الانهيار الأرضي الذي شهدته كولومبيا بسبب الأمطار الغزيرة إلى 40 شخصا.
بالإضافة إلى إصابة أكثر من 30 آخرين. ووعدت حكومة غوستافو بيترو بتقديم كل المساعدات اللازمة للمتضررين بحسب تقييم جديد للأحداث، وذلك مع استمرار البحث عن الأشخاص المفقودين وسط الوحل والمياه. الخبر الأخير في هذه النشرة: تعرضت بعض الولايات الأمريكية هذا الشتاء لظروف جوية قاسية أسفرت عن مقتل شخصين على الأقل، كما أدت إلى إغلاق المدارس وتسببت بإغلاق مطارات وإثارة الفوضى في السفر. وكانت وسائل الإعلام المحلية الأمريكية أعلنت عن وفاة شخص في ولاية أركنساس وشخص آخر في ولاية ميسيسيبي بسبب الظروف الجوية القاسية. وشهدت مدينة نيو بافالو بولاية ميشيغان تراكم الجليد حول بحيرة بسبب تدني درجات الحرارة والبرد القارس. وشهدت مناطق الشمال الشرقي للولايات المتحدة بردا قارسا، حيث وصلت درجات الحرارة في شيكاغو إلى 34 درجة مئوية تحت الصفر. وبسبب هذه الظروف القاسية اضطرت الولاية إلى فتح مراكز التدفئة. مشاهدينا، نختم نشرة هذا المساء بذكر أبرز وأهم العناوين. تنفيذ برامج تنموية كبيرة في مديرية صنعاء. قسم الزراعة والأراضي بالإقليم الجنوبي يدعو لمعالجة مساقط المياه وصيانة السدود. دورة تدريبية للتعرف على مصاعب الطلاب الصحية في مديرية سجنيتي. كوريا الشمالية تختبر نظام أسلحة نووية تحت الماء. اليابان توقع عقدا لشراء 400 صاروخ توماهوك كروز أمريكي. ومصرع 6 أشخاص وتضرر أكثر من 500 أسرة في بوليفيا. هكذا مشاهدينا الأكارم نكون قد وصلنا وإياكم إلى نهاية نشرة هذا المساء. هذه تحيات وتحيات الفريق العامل، والسلام عليكم ورحمة الله.